أخطر 5 آيات في القرآن الكريم من منظوري الشخصي. إذا أنت بتمر بالآيات دي ومستوقفتك، أنا أنصحك أنه أنت تراجع نفسك. فواحد ممكن يقول لي أنت أرتصل لشنو يا خالد؟ أنا بخوف فيك من الآخر. هتقول لي كيف الدين ده يوصل أنت بتخوف لشنو؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمعروف أنه أنت كل ما زاد علمك كل ما زاد خوفك من الله عز وجل. وإذا أنت ما خايف من ربنا سبحانه وتعالى وما مركز مع الموضوع ده، دي دلالة بتاع الجهل. وده الجواب للناس اللي بتقول لك أنا ما قادر أخشع في الصلاة. ما هو أنت ما قادر تخشع من الصلاة، ده في رأينا لقلة علمك بعظمة اللي أنت واقف قدامه. إذا أنت عندك العلم اللي بوريك أنت واقف مباشرة بين يدين منه، مستحيل كل ذرة في جسمك ما تخشع. الآية الأولى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الآية دي بيقول لك لما بعدوا من ربنا ونسوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم الدنيا دي بمصراعيها، أي حاجة دارينا بياخدوها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فدي رد على الناس اللي بيقول لهم إنه إحنا جانا بلاء بذنوبنا. يقول لك كيف في ناس عايشين في ذنوب الله ما اداهم أي حاجة؟ أحذر تقول الكلام ده عشان ما تبقى من أهل الآية دي. الآية رقم 2 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. بس كده وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني حتى الخير اللي قدموه في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيمحقه كل يوم القيامة. الآية رقم 3 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. شوف الفرق بين الآية دي والآيات القبالة، إنه الآيات القبالة على الأقل استمتعوا في الدنيا وخسروا الحياة الأبدية، لكن دي هنا قال لك عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني انت داير عاجلة ممكن في الدنيا ما تلقاه وتخسر الدنيا والآخرة. شوف كل الآيات دي بتتكلم عن ناس اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. صلاة الفجر بينوم لكن بيقوم للدوام بتاعه، إذا لقى فرصة يأكل مال زول أبدا ما تضيعها. الآية رقم 4 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. صمت 2 وخميس حافظت عليهم بنوفقك لقيام ليل، حافظت على الصدقة بنوفقك لعمرة ولا حج. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الآية الأخيرة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، زول سفريات قروش عربات استمتع بالدنيا لدرجة إنه بقى ما داري يلاقي ربنا سبحانه وتعالى. والذين هم عن آياتنا غافلون. يا ود حلال تعال صلي، أنا عارف نفسي بعمل في شنو، ما تشغل علي عليك الله. طب يا أخي طلع زكاة مالك، أنا بدأت من الصفر. هل في زول يتزكى عليه لما كنت فقير؟ لا، الليلة بقيت مليونير ما حتزكى على أي زول. يا راجل أنت بكرة حتموت، أموت وأنا أخلي النعيم ده كله لمنه. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.